السويد تقرر ترحيل حارق نسخ المصحف سلوان موميكا. قررت السلطات السويدية ترحيل اللاجئ العراقي سلوان موميكا الذي أحرق نسخاً من المصحف أكثر من مرة خلال الشهور الماضية في العاصمة ستوكهولم. وقالت القناة السويدية الرابعة بأن إقامة موميكا ستنتهي في شهر نيسان العام القادم ولن يتم تجديدها. السلطات السويدية قررت ترحيل موميكا لأنه قدم أقوالاً كاذبة خلال طلبه الحصول على تصريح إقامة وعمل، ونتيجة ذلك تقرر ترحيله ومنعه من دخول السويد مدة 5 سنوات. وبعد قرار السويد بترحيل اللاجئ العراقي سلوان موميكا، سيصبح الأخير مجبراً على العودة إلى العراق، لأن استبعاده من السويد سيشمل كل دول أوروبا. وفي شهر حزيران الماضي أحرق موميكا نسخاً من المصحف.